انا النهارده جاي ارشح لك اكتر 10 مسلسلات انا شايف ان هي مناسبه جدا للصيف، وبالمناسبه هي مسلسلات انت في الاغلب ما تعرفش كتير منهم. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. وفي المركز العاشر واول مسلسل معانا هو مسلسل جريم. المسلسل ده مش معروف قوي بس خطير يا جماعه، كقصه وشخصيات تتعلق بيها وتحبها وحرفيا يبقوا جزء من يومك. مشكلته الوحيده بس بالنسبه لي هي المؤثرات البصريه اللي في المسلسل ده، بس لو انت ضغطيت عن ده فبصراحه مسلسل جامد جدا كقصه وكتمثيل وككل حاجه. المسلسل ده مكون من 6 مواسم وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعد كده نخش على المركز التاسع ومسلسل منتاليست، مسلسل عن التحقيقات والجريمة والظباط وحاجات بالطريقة دي، حرفيا حاجة كده شبه تشارلوك هولم. وبالمناسبة برضه مسروق منه مسلسل مصري اسمه الصياد، والمسلسل ده من نوعية ان كل حلقة قضية مختلفة. المسلسل ده مكون من 7 مواسم وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعد كده نيجي للمركز الثامن ومسلسل تين وولف. حرفيا ده مش مسلسل يا جدعان، ده سحلة. انت هتخش في معسكر لمدة 10 أيام، تقفل باب الأوضة على نفسك وتنعزل عن العالم كله لحد ما تخلصه، وبعد كده تشوف الدنيا بقى بتتكلم على إيه. المسلسل ده عن المستذئبين، وحرفيا هتشوف حاجات عمرك ما شفتها في مسلسل قبل كده. مسلسل خطير جدا ونزل من قريب ليه فيلم وكان حلو جدا. عدد المواسم بتاعت المسلسل ده هي 6 مواسم وتقييمه بالنسبة لي هو 8 من 10. بعد كده في المركز السابع مسلسل ذا لاست كينجدم، مسلسل حرب قليلين قوي اللي يعرفوه واللي شافوه. لو انت شفت مسلسل فايكنجز وبتدور على حاجة شبهه فحرفيا المسلسل ده ليه. عدد مواسم المسلسل ده هو 5 مواسم وتقييمي ليه هو 8 من 10. نخش بقى على المركز السادس ومعانا مسلسل ذا 100. المسلسل ده حرفيا يا جماعه كلمه اللي انت هتتسحل فيه قليله عليه. مسلسل جميل قوي وقصته ان بعد نهايه العالم بيهرب مجموعه من البشر للفضاء على ظهر مركبه فضائيه، وبعد 100 سنه من الهروب ده الجيل التاني من الاشخاص دي بينزلوا على كوكب الارض عشان يشوفوا الحياه صالحه على الارض ولا لسه الحرب النوويه مبهدلاها، فبيكتشفوا حاجات على الارض ما كانوش متخيلينها. مسلسلنا متكون من 7 مواسم وبالنسبه لي ال7 مواسم افضل من بعض وتقييمي ليه هو 8 من 10. بعد كده بقى نخش على التوب 5 وافضل 5 مسلسلات انت ممكن تشوفهم في الاجازه. وفي المركز الخامس طبعا مسلسل ذا ووكينج ديد، مسلسل جامد قوي وفيه شخصيه اسطوريه حرفيا مش هتطلع من دماغك وهي شخصيه ريك. وبالمناسبة هعمل حلقة قريب عن أعظم الشخصيات اللي جت في تاريخ الأفلام والمسلسلات، فتابعني عشان يوصلك كل جديد. وقصة المسلسل ده بتحكي إن لو أنت في مرة نمت وصحيت لقيت إن كل العالم اتحول لزومبيز. وبالمناسبة المسلسل ده من أعظم الأعمال اللي جت في التاريخ اللي بتتكلم عن الزومبي. عدد المواسم 11 بس، أول 7 بس هما أفضل مواسم من المسلسل ده وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. نخش بقى على المركز الرابع ومسلسل بلاك ميرور، مسلسل يجيب لك اكتئاب وسوداوي وحاجات كتير قوي. أنا حذرت من ده أهو، بس في ناس بتحب النوعية دي من المسلسلات وأنا منهم. حرفيا بنعشق جلد الذات. المسلسل عبارة عن إن كل حلقة منفصلة تماما عن بقية المسلسل، بس كلهم بيتكلموا عن تأثير التكنولوجيا في المستقبل على البشر. في حلقات طبعا أفضل من حلقات عشان زي ما قلت كل حلقة عبارة عن فيلم منفصل، بس المسلسل بصفة عامة متقن وكويس جدا في كل حلقاته وأفكاره مختلفة وجديدة. مسلسل مكون من 6 مواسم وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. نخش بقى على التوب 3 وأفضل 3 مسلسلات أنت ممكن تشوفهم في الصيف. وفي المركز الثالث مسلسل ديكستر مورجان. يا ديني يا جدعان على المسلسل ده، حرفيا عظمه. المسلسل ده انا وصل بيا الحال ان انا ما كنتش بنام علشان اخلصه، من اول حلقه لحد اخر حلقه فيه عباره عن تحفه فنيه. وبيتكلم عن قاتل متسلسل عنده مشكله سيكوباتيه، فبيقرر ان هو يقتل القتله المتسلسلين علشان ما يقتلش البشر العاديين. عدد مواسم المسلسل هم 8 مواسم وكلهم افضل من بعض وتقييمي ليه هو 9 من 10. بعد كده نيجي على المركز الثاني، طبعا مسلسل عظيم جدا وهو مسلسل بيكي بلايندرز. بالمناسبه برضو المسلسل ده وصل معانا لنهائي افضل الاعمال اللي بتتكلم عن العصابات في دور ال 16. بشوفوا الحلقه دي، مسلسل اسطوري طبعا وبيتكلم عن العصابات في انجلترا، والمسلسل ده مكون من 6 مواسم وتقييمي ليه هو 9.5 من 10. نيجي بقى عند المركز الاول وافضل مسلسل انت ممكن تشوفه في الصيف وهو مسلسل فايكنجز. هو في كده يا جدعان مسلسل خرافي، واكتر حاجه حببتني في المسلسل ده هو شخصيه راجنر. حرفيا بالنسبه لي هي من افضل الشخصيات في التاريخ، بجد هتندمج معاه جدا بطريقه مش طبيعيه. بس طبعا خلي بالك ان انت ما تتوحدش مع الشخصيه دي. وبالمناسبه الممثل اللي مثل الشخصيه دي لحد دلوقتي مش عارف يطلع براها. مسلسل قصته عن الفايكنجز وبنتدخل في العبادات والحروب اللي هم كانوا بيخوضوها. مسلسل متقن وخطير جدا بصراحه. عدد مواسم المسلسل هي 6 مواسم وتقييمي ليه هو 9.5 من 10. وفي الاخر يا ريت لو الحاجه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.